خوان غارسيا جاهز للتحدي وقيادة برشلونة للبطولات. برشلونة يقترب من تجديد عقد نجم الفريق. بيلباو يتحرك رسميا ضد برشلونة في ملف نيكو ويليامز. لابورتا يشعل الميركاتو الصيفي بحسم صفقة الموسم. وإذا كنت من محبي ومتابعين نادي برشلونة، لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك ومتابعة لصفحتنا. وهيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خوان غارسيا جاهز للتحدي وقيادة برشلونة للبطولات. علن حارس المرمى الإسباني الشاب خوان غارسيا المنضم حديثاً إلى صفوف نادي برشلونة جاهزيته الكاملة لقيادة الفريق الكتالوني نحو المنافسة على جميع البطولات في موسم 2025-26. وانتقل خوان غارسيا إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من غريمه التقليدي إسبانيول، بعد أن دفع النادي الكتالوني الشرط الجزائي البالغ 25 مليون يورو ليوقع معه عقداً يمتد حتى عام 2031 في صفقة تعكس ثقة الإدارة والمدرب هانز فليك في إمكانياته الكبيرة. وفي حديثه الحصري لقناة برشلونة الرسمية، عبر الحارس الواعد عن حماسه الكبير: كنت متأكداً منذ البداية أن الانضمام إلى برشلونة هو الخطوة الصحيحة لمسيرتي، وأتطلع إلى سنوات حافلة بالألقاب والنجاحات مع هذا النادي العظيم. وأضاف غارسيا: أنا مستعد لخوض التحدي والقتال من أجل مكاني في الفريق، وأشعر بأنني في بيتي هنا في برشلونة، حيث يتواجد أحد أفضل المشاريع الكروية في العالم. وأشار الحارس إلى أن الأجواء الشابة داخل الفريق ستكون محفزة على التأقلم السريع والاندماج الكامل، مؤكداً أنه يحمل طموحاً لا يتوقف للتطور والتحسن المستمر. وفي تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا، قال غارسيا: الانضمام إلى مشروع برشلونة هو فرصة لا ترفض، وأحلم بأن أكون جزءاً من قصة نجاح طويلة تحقق فيها الألقاب المتعددة. أركز حالياً على أول يوم لي في المدينة الرياضية، وعلى اللحظة التي سأرتدي فيها قميص برشلونة وأبدأ تدريباتي. وتحدث خوان أيضاً عن روح المنافسة الصحية داخل الفريق، خاصة في مركز حراسة المرمى، مؤكداً أن هذه المنافسة ستدفعه لتقديم أفضل ما لديه، وأن القرار النهائي في اختيار التشكيلة سيكون دائماً من نصيب المدرب. كما كشف عن أبرز نقاط قوته قائلاً: أتميز باللعب بالقدمين، وأتعلم بسرعة، وأشعر براحة كبيرة داخل الفريق. وختم حديثه بالحديث عن المواجهة المرتقبة أمام فريقه السابق إسبانيول. اللعب ضد إسبانيول سيكون لحظة خاصة وصعبة، لكنني متحمس جدا لهذه المباراة. تأتي صفقة خوان غارسيا لتكون إضافة قوية لتعزيز حراسة المرمى في برشلونة، في ظل طموحات المدرب هانز فليك لتعزيز صفوف الفريق والمنافسة بقوة على جميع البطولات القادمة. برشلونة يقترب من تجديد عقد نجم الفريق. بكل حماس وترقب يقترب نادي برشلونة من الإعلان الرسمي عن تجديد عقد نجمه البارز فرينكي دي يونغ، في خطوة تعزز من طموحات الفريق في المنافسة القوية على كل البطولات القادمة. على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها دي يونغ في الموسم الماضي، حيث كادت بعض الأزمات أن تطيح بفرصته مع الفريق، أبرزها الخلاف القانوني مع وكيله السابق ووجود عروض مغرية من مانشستر يونايتد، إلا أن اللاعب الهولندي أظهر ولاء غير محدود لبرشلونة وتمسكا برغبته في مواصلة مسيرته داخل أسوار كامب نو. بدأ دي يونغ الموسم الحالي بقوة، متحديا الإصابات والتحديات التنافسية من اللاعبين الشباب الواعدين مثل بيرنال وكاسادو، ليثبت جدارته ويستعيد مكانه الأساسي في تشكيلة المدرب هانز فليك. الثقة التي منحها له فليك، الذي يعرف جيدا قدراته، وأنه كان له أثر بالغ في تجديد حماس اللاعب ورفع مستوى أدائه. تجديد عقد دي يونغ ليس مجرد خطوة رياضية، بل هو رسالة قوية للجماهير بأن برشلونة يسير على طريق الاستقرار والتجديد، مع الاعتماد على لاعبين يمتلكون مهارات عالية وروح القتال، وهو ما يعزز من فرص الفريق في مشروع فليك الجديد الذي يهدف إلى إعادة الفريق لأفضل مستوياته. بيلباو يتحرك رسميا ضد برشلونة في ملف نيكو ويليامز. تحرك أتلتيك بيلباو رسمياً لمواجهة اهتمام برشلونة المتزايد بالتعاقد مع نيكو ويليامز، من خلال اجتماع عقد أمس يوم الأربعاء مع رئيس رابطة الليغا خافير تيباس ورئيس النادي الباسكي. وفي لفتة ساخرة حملت عنوان أتلتيك يهتم بشؤونه الخاصة، اجتماع مع الليجا، استخدم النادي الباسكي كلمات رئيس برشلونة خوان لابورتا ضده
بعدما كان الأخير قد صرح مؤخرا بأن على كل ناد أن يهتم بشؤونه. وأصدر نادي أتلتيك بلباو بيانا رسميا أشار إلى أن الاجتماع جاء بطلب من النادي وكان جزءا من مساعيه للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف. لكن الدافع المباشر وراء الاجتماع كان تصريحات المدير الرياضي لبرشلونة ديكو، الذي أقر علنا باهتمامه بضم لاعب حالي من صفوف أتلتيك رغم أن عقده ساري حتى يونيو 2027، في إشارة مباشرة إلى نيكو ويليامز. وأضاف البيان أن هذه التصريحات لم تكن الأولى، بل سبقها تأكيد من لابورتا نفسه بأن برشلونة يعمل على الالتزام بقاعدة 1:1 في سوق الانتقالات، وهو اعتراف ضمني بأن النادي الكتالوني لا يمتلك في الوقت الحالي الحرية الكاملة في تسجيل اللاعبين الجدد بسبب تجاوزاته المالية السابقة. وأكد بلباو أن هدفه الوحيد هو الاهتمام بشؤونه الخاصة، أي التأكد من احترام القواعد المنظمة للمنافسة من قبل جميع الأندية دون استثناء، موجها رسالة واضحة مفادها أن أي تحرك خارج الإطار القانوني، خاصة عندما يتعلق بلاعبين مرتبطين بعقود قائمة، لن يتم السكوت عليه. واختتم البيان بشكر رابطة الليغا على الوضوح والتعاون خلال الاجتماع، وأكد مجددا على نيته الدفاع عن مصالحه لأقصى درجة ممكنة ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المتفق عليه بين جميع الأندية المحترفة. ويعد هذا التحرك بمثابة خطوة دفاعية صريحة من إدارة أتلتيك بلباو لحماية أصولها الرياضية، خاصة نجم الفريق الأول ويليامز، في ظل ما تعتبره محاولات التفاف من برشلونة للتعاقد مع اللاعب بالرغم من وضعه التعاقدي القانوني الواضح. لابورتا يشعل الميركاتو الصيفي بحسم صفقة الموسم. في ظل التحديات التي يواجهها نادي برشلونة في مسعاه لضم الجناح الإسباني نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو، أعلن النادي الكتالوني عن تقديم عرض رسمي لنادي مانشستر يونايتد من أجل استعارة المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لموسم واحد. برشلونة الذي يواصل مساعيه لتعزيز خط هجومه في الموسم المقبل يضع راشفورد كخيار هجومي مميز يضيف تنوعا وقوة كبيرة للفريق. العرض المقدم يتضمن رسوم إعارة ثابتة وتغطية جزء كبير من راتب اللاعب دون وجود بند شراء إلزامي، في خطوة ذكية تعكس حرص الإدارة على التوازن المالي والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف. راشفورد الذي أبهر الجميع بأدائه مع أوستون فيلا خلال الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة في 40 مباراة، يحظى بإعجاب المدرب هانز فليك والمدير الرياضي ديكو، اللذين يثمنان قدراته في اللعب بمراكز متعددة على الخط الأمامي، ما يمنح برشلونة حلولا هجومية مرنة ومبدعة. الأخبار تشير إلى أن راشفورد منفتح تماما على الانتقال إلى برشلونة، مع استعداد لتخفيض مطالبه المالية من أجل الانضمام إلى النادي الذي يعد أحد أعظم الأندية في العالم. كما يعمل وكيله بيني زهافي المعروف بعلاقاته الوثيقة مع رئيس برشلونة خوان لابورتا على تسهيل هذه الصفقة. برشلونة يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق التوازن بين طموحاته الرياضية والالتزام بالمعايير المالية، حيث يأتي هذا العرض في إطار خطة متكاملة لتعزيز الفريق استعداداً لمنافسات الموسم الجديد. تبقى الأنظار معلقة على رد مانشستر يونايتد الذي يفضل بيع اللاعب بشكل نهائي، مما قد يجعل هذه الصفقة واحدة من أبرز تحركات سوق الانتقالات القادمة.